بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. رمضان خلص والعيد خلص، وقلنا ناكل ايه بقى النهارده؟ ناكل ايه؟ طبق كشري كده حلو احلى من بتاع الشارع والكلام ده كله. والحلاوه ان انا هعمله لكم في الطاسه على بعض، ومش هوسخ لكم مواعين خالص عشان ايه ما تعبكوش. انا حطيت زيت اهو على النار يسخن، وعملت ومسكت البصل وبشرته بالمبشره اللي هي الحته بتاعت البطاطس دي عشان يبقى خفيف قوي ورفيع اهو. تمام. اللهم صل على النبي. وحطيت عليه معلقتين نشا، مفيش غيره. والزيت اهو بيسخن، واحط شويه بشويه واحمره. الاول اول حاجه هعملها البصل اهو. متحطيش البصل مره واحده علشان خاطر ايه ما يلزقش في بعضه، وفي نفس الوقت عشان يبقى ناشف يبقى محمر اهو. اعمليه على مرتين كده. انت بقى والبصل اللي بتحبيه، عايزه ياما عايزه شويه براحتك. اه يا حبايبي، بصوا حمرت البصل بقى لونه جميل ازاي، عشان معلقتين النشا اللي حطيتهم نشفوا البصل وحمروه على طول بقى زي بصوا خالص اهو، ناشف خالص. بصوا عامل ازاي جميل ولونه حلو قوي كده. دلوقتي انا حطيت الطاسه برضو على النار اللي عملت فيها البصل، شايفين زي ما انتوا شايفين كده. هحط فيها ايه؟ هحط فيها الشعريه اول حاجه اهو. هحمر الشعريه كله في الطاسه اهو زي ما انتوا شايفين، عشان ما يتعبكوش وعشان ايه ما توسخوش مواعين ياما. شوفوا طبق الكشري النهارده بكام في السوق؟ قد كده شويه، قد كده هو ب15 جنيه. طب ما انت تعمليه في البيت لعيالك احسن وانضف واطعم في نفس الوقت. الشعريه بس تتحمر، وانا هنا غسل العدس نقعته ميه سخنه قيمه ساعتين 3 كده او اتنقع اهوت. وهوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. هو كده بصوا لونها كده حلو قوي الشعريه زي ما انتوا شايفين اهو. الزيت اللي انا حطاه ده مطرح البصل زي ما انتوا عارفين. هحط عليه الرز اهو، نص كيلو رز، وهقلبه برضو كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. الرز مع البصله مع الشعريه، قصدي الرز مع الشعريه اهو، كله مع بعضه كده اهو. ما توجعيش دماغك بقى وتقعدي تعملي في حلل ووجع دماغ، كله في الطاسه. ربنا يسترها يا بنتي اللي جايبه لي الطاسه الكبيره دي. خلاص كده الصلصه اتعملت اهي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. بصوا تخنها. حطيت لها معلقه سكر ومعلقه خل واحده، وحطيت لها واحده مرقه دجاج. اتفرجوا على احلى صلصه بقى. وهنا حطيت الزيت اهو عشان اعمل الشطه بتاعت الكشري. معلقه كزبره ومعلقه كمون اهو. واحط الشطه ووطي النار شويه، واحط عليها ايه الميه. احط معلقه صلصه، معلقتين صلصه كده اهي. كده الشطه بقى ايه، اللي عايز يحط شطه يحط براحته بقى، بس حاميه قوي خلي بالكم اهي. دي تغلي خلاص كده. خلاص هفضيها واعمل الدقه بقى اللي هي بتاعه التوم ديت بالخل. انا حطيت شويه زيت صغيرين اهم، وهحط معلقه توم اهي. انا مش هحمرها، انا بس ايه يا دوبك كده ايه خليها تدبل شويه صغيره. حلوه قوي كده. يعني في ناس بيعملوها نيه، بس كده احلى. خلاص كده خلص الكشري على كده. احط شويه الميه دول، واحط يجي نص كوبايه خل، واحط كمون، واحط في بتاع ده كزبره. خلاص كده الدقه اللي هي بالثوم بس غليت. هحط عليها نص عصره ليمون اهي
بس مفيش غيرها، واطفي عليها النار. يبقى كده خلصنا الكشري ولا لا؟ اهو ادي الكشري اتعمل، ادي دقة التوم، وادي دقة الشطة اهي، اللهم صل على النبي. بصوا جميلة ازاي، بصوا شكلها حلو ازاي. وادي الكشري ما شاء الله عليه، والصلصة اتعملت ولا خدت وقت ولا اي حاجة. اهو اوريكم الكشري استوى ازاي اهو، شايفين لسه بيدخن اهو، انا موطيه عليه النار خالص اهي، شايفين؟ مكرونه كله استوى مع بعضه، ولا توجعي دماغك وتعملي بقى ايه كل شويه حله ولا حاجه. انت بقى ايه هتركبي الطبق بتاعتك زي ما انت عايزه، واتفرجي بقى على الطعم وعلى الحلاوه. انا هطفي عليه النار وهغرفه واوريلكم. بصوا بقى جمال، بصوا لسه طالع اهو سخن اهو، لسه بيدخن اهو، شايفين الدخان اهو. بصوا مفرفر ازاي كله على بعضه اهو. طاسه عملت في الطاسه كله كشري، الطاسه العسل ده. واهو غرفت طبق اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه الصلصه والشطه، واحط عليه بتاع الدقه اللي انا عاملاها دي. عسل، العسل زي ما انت عايزه بقى، احط الدقه، انا بحب دقته ياما كده. بصوا جماله، بصوا طبق الكشري عسل ازاي. والبتاع دوت الحمص ده زي ما علمتكم كده، نقعته قبل كده وسلقاه ومعبيه في كيس وحطاه في الفريزر، منين ما تعوزوا تطلعوا منه. وادي الشطه اهي، وادي الصلصه، وادي الدقه. تمام. والبصل بصوا مقرمش ازاي، اكني لسه عاملاه دلوقتي اهو، مقرمش خالص اهو، شايفين؟ بيخروش اهو. اعملوه بس زي ما بقول لكم كده، حطوا عليه شويه نشا، عشان خاطر النشا بيشرب البصل، بيشرب الميه اللي في البصل. وتحمروا شويه بشويه، واعملوه بالمبشره اللي هي بتاعه البصل دي، بتاعه البطاطس من ورا، عشان يبقى رقيق وخفيف. واعملوه يلا وتهنوا. بصوا جماله، كشري احلى كشري، كشري الطاسه الجميله اهو، من غير وجع قلب ولا حلل ولا اي حاجه. مع السلامه حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، واتفرجوا عليه للاخر هتستفيدوا والله. واعملوا لايكات بقى ومشاركة كده، ينوبكوا ثواب. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.